فتحط ابن جوزها تحت المكبس عشان يخلص عليه، والمكبس وهو نازل عليه بيظهر الملاك بوقف المكبس بايده، والعامل بيلاقي ان الجهاز مش عايز ينزل، فبينزل يشوف فيه ايه، وبيلاقي ان في طفل تحت المكبس وفي بنت ماسكاه، وبتقول له تعالى طلعه بسرعه، وبيجري عليه وبياخده، والملاك دي بلغته ان مرات ابوه هي اللي عملت كده، وبراح على طول يدي الطفل لابوه، وما رضيش يقول له على مراته عملته لحسن ما يصدقهوش ويطرده. وجت مراته تاني وبتاخد الطفل وبتقول له هلعب معاه، واول ما بتخرج بتحطه في نص الطريق عشان الونش لما يعدي يخلص عليه، واول ما الونش بيعدي بتظهر نفس الملاك وبتخليه يختفي معاها لحد ما الونش بيعدي الناحيه الثانيه وبيظهر تاني، وبتكون هتتجنن ومش عارف ازاي ما ماتش، والونش كان رايح يخش تاني عشان مش شايفه، قام جه ابوه وشاله وزعل الراجل العجوز. بعد كده الراجل العجوز ده بيفضل يراقب مرات صاحب المصنع، وبتشوف انها رايحه ترمي الولد من فوق، وبيخاف جدا وبيروح على طول يجيب ابو الطفل وبيوري له كل حاجه بعينه. ده حتى في الاول ام الطفل الحقيقيه اللي هي اختها كانت دايما بتبص ليها نظرات حقد وغيره، لحد ما في يوم وهي بتدهن البيت ومتعلقه على الحبل اختها قطعت الحبل اللي هي واقفه عليه لحد ما بتموت، وبعد ما ماتت فكان لازم يتجوز عشان يربي ابنه، فاتجوزها هي، ودايما بعد ما تجوزه بتحاول تقتل الطفل عشان مش عايزه اي حاجه تفكره باخته. الراجل العجوز بيروح لها وبياخد منها الطفل، وبيجي البوليس وبيقبض عليها.